مرحبا، يسعد لي اوقاتكم ايامكم جميعا يا رب. بتمنى الجميع يكون بخير وسلامه. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، بتمنى يا رب ينال اعجابكم. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. هلا يلا خلينا نبلش. راح نعمل اطيب مشبك المقرمش الطيب. عندي هون 3 كاسات من السميد الوسط، الخشن ولا الناعم كتير كمان. مشبك كمان كتير سهل، مكوناتها ان شاء الله موجودة بكل بيت، ما بدها شغل كتير. عندي هون نص كاسة من الطحين. الطحين عدد الاستعمالات، الطحين العادي بنستعمله. انا اضيف لها 3 معالق من السكر، 2 وهي 3. ورح نضيف كمان رشة من الملح، رشة خفيفة. ورح نضيف لها كمان ظرف البيكنج باودر. وانا عندي هون الزيت النباتي شوي، رح اضيف. فيكم كمان تضيفوا الزبدة او السمنة، رح نضيف شوي. وهلا هون بهذا الشكل رح نخلطه منيح لحتى يندمج المكونات اللي عندي بشكل كتير منيح. مثل ما قلت مشبك عن جد كتير سهل، ما بده شغل ابدا. المكونات كمان خفيفة وبسيطة، موجودة ان شاء الله بكل بيت كمان. ليك بدنا نخلطها بشكل منيح. وهلا هون بعد ما خلطته هيك بشكل منيح رح اضيف هلا كاستين من الحليب. فيكن اكيد كمان تضيفوا مي، بس اضيف عليه كاستين من الحليب. هلا كمان رح نرجع نخلطه لحتى نحصل على العجينة اللي بدنا اياها. طبعا هلا هذا القوام اللي انا بدي اياه، قوام بكون متماسك. هلا انا كمان عملت القطرة، حطيتها على الطرف لحتى يبرد عندي منيح. هلا نحط الزيت على الغاز. وهلا هون بهذا الشكل بعد ما تأكدت انه سخن عندي الزيت كتير بشكل منيح، حطيت الحشوة هون بهذا الكيس الحلواني. عندي كمان هذا الراس هيك بهذا الشكل. هلا شوي شوي نضغطه حتى نعمل قرص المشبك اللي عنا. طبعا حسب الرغبة، فيكم تصغروها كبروها مثل ما بدكم. انا لا رح اصغرها كتير ولا رح كبرها كتير، يعني وسط مثل ما شايفين هيك بهذا الشكل. صار عندي اول قرص. عندي المقلاية شوية صغيرة، انا حابة اعمل كل مرة واحدة مشان تاخد هيك حجمها بشكل كتير منيح. هلا هون هيك بهذا الشكل هنقربها على الطرف الثاني نشوف اذا صارت ولا لا. لسه بالدور. وهلا هون هيك صار عندي اول قطعة جاهزة. بكفي انا عندي هذا اللون هيك. هلا انا عندي هون كمان على الطرف حاطة القطرة، كمان عندي القطر بارد لازم يكون. عندي كمان قرص مشبك هيك السخن، شوفوا ما شاء الله هذا اللون الذهبي الحلو. هلا خليني احطه بالقطرة. هلا خليني كمان اخلص الحشوة كلها تبع المشبك وبرجع لكم. وهلا هون هيك بهذا الشكل بعد ما خلصتهم كلياتهم حطيت شوي كمان كم حبة فستق حلبي عليهم، واهم شي كمان القرفة. رش كمان عليهم هيك رشة قرفة. طبعا القرفة بتعطي كتير كمان طعمة طيبة، واللي ما بحبها كمان في يستغني عنها. هيك بهذا الشكل. هلا خلينا كمان هلا ناخد قطعة طالعة كتير كمان مقرمشة، وهيك هون بهذا الشكل. هاد حتى هاد قطعة. وهلا هون هيك بهذا الشكل بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم اليوم، ولا تنسوا كمان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. مشبك الطيب المقرمش من اسهل انواع الحلويات. وان شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة واحسن.